بطاطس بالفراخ حكاية، جربوها على ضمانتي بجد بجد تسلم ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابو زياد، قناتي اسمها توب شيف طبخ في طبخ. ارجو الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. شوفوا حلاوتها وهي في الصينية ولا وهي طالعة، ولا الطعم حكاية. نبتدي في المكونات على طول حسب الكمية اللي انت محتاجها. اولا 4 حبات بطاطس، زائد بصلة واحدة، 3 فصوص توم، 2 قرن فلفل رومي، لو عايزة حراق عادي مفيش مشكلة. نضيف الجزر الجميل اللي بيخلي صينية البطاطس مسكرة، وعسل في حتة تانية. نصف كيلو طماطم. فراخ بقى حسب الكمية اللي انت محتاجاها او حسب عدد الافراد، مفيش مشكلة يعني. نيجي عند التوابل. اول حاجة كمون، 7 بهارات، ملح، كزبرة، بابريكا مع شطة، توابل فراخ، فلفل اسمر. نبتدي ان شاء الله مع بعض نقطع. اول حاجة هنقطع الفلفل. انا بحب اقطع حاجة كده شرايح بتبقى جميلة ولها شكل. بعدين احنا هنعمل صينية البطاطس النهاردة كلها ني في ني، يعني مفيش حاجة هتتحط قبل حاجة، الكمية كلها هتتحط مع بعضها. زي ما قطعنا الجزر بالطريقة دي هنقطع برضو البصل. ودولي كده ربنا يقومني بالسلامة، لسه عامل عملية والحمد لله لسه ببتدي ان انا اتأهل اقف على رجلي. الحمد لله على كل شيء يعني. وارجو الاشتراك في القناة ما تنسونيش. قطع الكمية بتاعتنا. البصل برضو شرايح، ما تكونش ان ايه ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي عشان ما تتلسعش مننا. حلقات تكون على قد ما نقدر نخليها ايه معقولة يعني. البطاطس بتحب ان هي تكون متماسكة شوية، ما تكونش دايبة مني. القوطة نخلطها ان كان عندك خلاط او هاند بلندر. نخلطها يعني ما نخليهاش مفرومة قوي او نخليها تقيلة قوي يعني، حسب برضو الرغبة. ننزل بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين. نزود عليها كوب من الماء بحيث ان هو يمشي معانا الصينية وما تنشفش مننا وتبقى جميلة يعني. ننزل اول حاجة بالتوابل زي ما انتوا شايفين معايا. في اي حاجة بقى بتعمل الكتل او ما بتدوبش معانا بسرعة بنديها تقليبة خفيفة كده ننزل معانا بالبطاطس الاول، بعد كده الجزر، البصل، الفلفل. ننزل بهم في التدريج كده ونديها تقليبة كده ايه على خفيف، عشان المكونات اللي احنا حاطينها التوابل والحاجات ديت تتشرب كلها مع بعض. عند الفراخ هنجيبها ونحطها بحيث ان هي ما تكونش بارزة اوي عن الصينية، لان انا زي ما قلتلكوا انا بعمل الصينية ني في ني، فانا عايزة تشرب من التتبيلة بتاعة الصينية. لو محتاجين ان هي تتبل قبلها بفترة انا بتبلها قبلها بنص ساعة وانا بجهز المكونات يعني عادي مفيش مشكلة. في ناس بتفضل ان هي تعملها قبل منها مثلا بليلة او ب3 4 ساعات. بنضيف عندنا 3 فصوص الثوم ونضيف معلقتين من السمنة ونحطها على النار. تقعد معايا بالظبط من ربع ساعة لتلت ساعة على النار من فوق. نشوفها كده وهي بتقلب ولا الريحة بتاعتها بصراحة حكاية، عايزة تتاكل وهي على النار كده، مش محتاجة شواية ولا محتاجة اي حاجة خالص. بس طبعا كل لسه الفراخ محتاجة سيكة كده. بعد كده ندخلها الفرن 10 دقايق شواية، وبنوطي النار من الشعلة من تحت. 10 دقايق بالظبط بتلاقي خدت وش ولون ذهبي جميل جدا، والفراخ بقت دايبة، والبطاطس حكاية طعمها جميل جدا جدا جدا. بصراحة جربوها وعلى ضمانتي بأمانة هتاكلوا صوابعكم وراها. الحاجة لما تكون معمولة كلها ني في ني، ما الطماطم ما تسبكش، مش عارف ايه، ما يتحطش قبل ايه، طب ده يتشوح وده يتعمل، بنكتر في كمية الزيوت. انا مفيش عندي زيوت، انا اعتبر انتوا شفتوا الصينية كلها ما تحطش فيها غير معلقتين سمنة فقط لا غير على وش الصينية. غير كده لا، انا مستخدمش سمنة، لان هي الفراخ اصلا الجلد بتاعها بيبقى فيها نسبة دهون، الدهون اللي هي الطبيعية اللي هي ما تأذيناش. ما فيش بقى حتة بقى تخن والكلام ده كله تعمل سمنة والاكل يبقى تقيل. لا، ده صينية البطاطس تبقى جميلة جدا، تبقى كلها خفيفة ومكوناتها بسيطة. بالتالي ما فيش فيها حاجة يعني ايه اللي هي تتعب الناس، او مثلا ما تطخنش، او ان هي فيها مصاريف زيادة. لا، دي كل الحاجات دي موجودة من التلاجة
يعني حاجات طبيعية موجودة يوميا بنعملها. سمي بالله كده وندوق. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص البطاطساية دايبة معايا والله، مش محتاج اي حاجة، هي لوحدها كده تتاكل. يعني هي طعمها ولا طعم الفراخ يعني مفيش بعد كده بأمانة. يعني طعمهم جميل جدا جدا جدا، واقول لنفسي تسلم ايدي، وجربوها على ضمانتي وبالهنا والشفا على قلبكم. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، يصلكم مني كل جديد. وارجو منكم تدعولي بالشفا، وان انا اقوم واقف على رجلي زي الاول. لان دلوقتي انا بعد العملية بحاول ان اتحرك حركة بسيطة شوية، والحمد لله على كل شيء. رز شعرية يعني بطاطس، صينية بطاطس، الاتنين مرتبطين ببعض، الاتنين مكتوبين على بعض. في صينية بطاطس وفراخ يعني رز شعرية، مش ما فيهاش اختراع. ما ينفعش تعملي رز ابيض، ما ينفعش تعملي رز حباية وحباية. هتخشي تتفرجي عند اي حد او هتسألي اي حد هيقولك الكلمتين دولت. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين.